أهلا بيكم في حكاية جديدة من حكاوي سقراط. النهاردة هنتكلم عن ظاهرة فنية اجتاحت العالم العربي بل والعالم كله، وهي ظاهرة المسلسلات التركية. مين فينا ما تعلقش بمسلسل تركي؟ مين فينا ما عاش مع أبطاله لحظات فرح أو حزن؟ المسلسلات التركية قدرت تدخل كل بيت وتخطف كل قلب بقصصها المشوقة وإنتاجاتها الضخمة. لكن يا ترى إيه هي أنجح 10 مسلسلات تركية؟ المسلسلات اللي كسرت الدنيا وحققت أرقام قياسية، وده اللي هنعرفه في حلقة النهاردة، وهنبتدي من المركز العاشر لحد ما نوصل للمركز الأول. يلا بينا. في المركز العاشر حلم أشرف. قصة المسلسل أكشن ودراما ورومانسية. المسلسل بيحكي عن أشرف، الشاب اللي دفعته ظروف اليوت لعالم الجريمة وبيبقى شخصية قوية ومسيطرة. المسلسل بيعرض صراعاته في عالم المافيا وقصة حبه بقى اللي بتواجه تحديات كبيرة. حقق المسلسل ده نسب مشاهدة عالية جدا من بداية عرضه في 2025، وده بيدل على شعبيته الكبيرة في تركيا وبره تركيا. في المركز التاسع مسلسل رامو. مسلسل رامو بتدور أحداثه في حي فقير في أدنى، ورامو الشجاع بيقرر بقى يتمرد على الظلم اللي بيتعرض له هو وعيلته، ويدخل بقى في صراعات عنيفة مع العصابات. المسلسل ده بيركز على قضايا العدالة والانتقام والولاء، وحقق نسب مشاهدة كويسة جدا من ساعة ما بدأ عرضه في 2020، خصوصا في فئة الأكشن والدراما اللي بتحبس الأنفاس. في المركز الثامن مسلسل حب أعمى. قصة حب مستحيلة ما بين كمال الشاب الفقير الطموح ونيهان الفتاة الغنية اللي بتنتمي لعائلة مرموقة، وبتواجه قصة حبهم تحديات وصراعات كبيرة جدا بسبب تدخلات أمير وهو رجل أعمال ثري جدا ومهووس بنيهان. المسلسل حقق نجاح عالمي كبير جدا وتم بيعه لأكثر من 110 دولة، وده بيدل على قوة قصته وتأثيرها على المشاهدين في كل مكان. في المركز السابع مسلسل مرعشلي. مسلسل مرعشلي بياخدنا في رحلة مليانة أكشن ودراما، وبيحكي عن مرعشلي الجندي السابق في القوات الخاصة اللي حياته اتغيرت بعد حادثة صعبة حصلت لبنته. بيتحول لمالك مكتبة، لكن القدر بيجمعه بالمصورة ماهور، ومن هنا بتبدأ رحلة مليانة بالإثارة والغموض وصراعات في عالم الجريمة علشان يحميها. المسلسل بيجمع ما بين الأكشن والرومانسية والغموض وبشكل حلو جدا، وحقق نسب مشاهدة كويسة من بداية عرضه في 2021، وبيتميز بقصته المشوقة وأداء أبطاله اللي فعلا بيخطفوا الانتباه. في المركز السادس مسلسل حب للإيجار. لو بتحبوا الكوميديا الرومانسية الخفيفة اللي بتدخل القلب يبقى مسلسل حب للإيجار مسلسلكم. المسلسل بيحكي عن دفنة البنت البسيطة اللي بتلاقي نفسها في لعبة حب معقدة جدا، وده علشان تسدد ديون أخوها. بتشتغل مساعدة للمصمم الشاطر عمر، ومن هنا بتبدأ قصة حبهم اللي مليانة مواقف تضحك ومفاجآت عمركم ما هتتوقعوها. المسلسل كان من أنجح المسلسلات الصيفية وقدر يجذب جمهور كبير جدا بسبب الكيمياء الرهيبة اللي ما بين أبطاله وقصته اللي بتجمع ما بين الضحك والرومانسية. في المركز الخامس بقى مسلسل الحفرة، وده أكتر مسلسل جالي في الكومنتات. مسلسل الحفرة هو مسلسل أكشن ودراما وجريمة، عملنا له حلقة لوحده لو تحبوا تشوفوها. أحداثه بتدور في حي الحفرة، وهو حي خطير جدا بتسيطر عليه عيلة كوشفالي. المسلسل بيعرض صراعات العيلة مع الحفاظ على سيطرتها على الحي، وبتدخل يماش الابن الأصغر للعائلة في صراعات عنيفة. حقق المسلسل نسب مشاهدة عالية جدا على مدار مواسمه الأربعة، وبيعتبر من المسلسلات ذات التأثير الكبير جدا في السنوات الأخيرة. في المركز الرابع المؤسس عثمان. هو يعتبر مسلسل استكمالا لملحمة قيامة أرطغرل، بيحكي بقى عن قصة تأسيس الدولة العثمانية على يد عثمان الأول ابن أرطغرل. المسلسل بيعرض الصراعات والتحديات اللي واجهها عثمان في بناء دولته، وبيسلط الضوء على القيم الإسلامية والعدل والشجاعة. وحقق المسلسل نسب مشاهدة عالية جدا، وحافظ على نفس مستوى النجاح اللي حققه مسلسل قيامة أرطغرل. وطبعا يبقى في المركز الثالث قيامة أرطغرل، ملحمة تاريخية ضخمة جدا بتحكي عن قصة أرطغرل والد مؤسس الدولة العثمانية. المسلسل بيعرض رحلة أرطغرل في توحيد القبائل التركية ومحاربة الأعداء وإرساء دعائم الدولة اللي هتكون إمبراطورية عظيمة بعد كده. المسلسل حقق نجاح غير مسبوق وشعبية جارفة في تركيا وفي العالم العربي، وأثر في الملايين بقصته البطولية وأهدافه النبيلة.
في المركز الثاني طبعا حريم السلطان، مسلسل تاريخي ضخم جدا بيحكي عن قصة حياة السلطان سليمان القانوني في فترة حكمه والعلاقات المعقدة جدا داخل القصر العثماني، وخصوصا مع زوجته السلطانة هويان. المسلسل بيعتبر من أكثر المسلسلات التركية مشاهدة عالميا، وحقق نجاح كبير جدا في الكثير من الدول بسبب إنتاجه الضخم وأزيائه الفاخرة وقصته التاريخية المشوقة. وفي المركز الأول وادي الذئاب، مسلسل أكشن ودراما سياسية بيعتبر من أيقونات الدراما التركية، بيحكي عن مراد علمدار، عميل سري بيتغلغل في عالم المافيا والدولة العميقة علشان يكشف الفساد ويحارب الجريمة المنظمة. المسلسل ده استمر لسنوات طويلة وحقق نسب مشاهدة قياسية في تركيا، وبيعتبر من أكثر المسلسلات تأثيراً في الثقافة التركية وله قاعدة جماهيرية ضخمة جداً. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اللي استعرضنا فيها أنجح 10 مسلسلات تركية من اختياركم. كل مسلسل من دول ساب بصمة في قلوب المشاهدين وقدر يعكس جوانب مختلفة من المجتمع التركي وتاريخه وثقافته. نتمنى بس تكون الحلقة عجبتكم واستفدتم منها. لو عندكم بقى أي مسلسلات تانية شايفين إن هي تستحق تكون في القائمة، سيبوا لنا رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وتشتركوا معانا في القناة علشان يوصلكم كل جديد. واوعوا تنسوا سقراط بس هو اللي معاه الحكاية الصح. سلام يا أبطال.